السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله جايب لحضراتكم موضوع مهم جدا، اللي هو تأمين حساب الجيميل أو حماية حساب الجيميل بتاعي من السرقة الإلكترونية، أو اللي هي الهاكر يعني بمعنى أصح. دلوقتي حضرتك لو فاتح صفحة جوجل زي كده زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم، طبعا حضرتك بتكون عملت حساب جيميل، وده طبعا هنعمل له حلقات تانية إن شاء الله ازاي اللي هو تعمل حساب جيميل يعني. بس انا بتكلم في نقطة تانية النهاردة ومهمة، اللي هي تأمين حساب الجيميل من السرقة الإلكترونية. لأن حساب الجيميل طبعا هو أهم حاجة يعتبر عند مستخدمي عندنا كلنا، يعني سواء كنت بتستخدم الكمبيوتر أو الأندرويد أو أي حاجة. آه، لأن طبعا بيبقى مربوط بيه كل حاجة في حياتنا، يعني زي مثلا الانستجرام بتاعنا بنبقى عاملينه بالجيميل، زي لو مثلا لو انت عامل قناة يوتيوب او عامل حساب على التيك توك، او ساعات كتير ناس منا بتربط الفيسبوك بالجيميل بتاعها يعني. فاحنا هنيجي على صفحة جوجل زي كده، وبعد كده على طبعا انا عامل الشرح بالعربي، عشان معظمنا يعني يعني تقريبا كلنا بنفهم عربي، انما مش كلنا بنفهم انجليش يعني. فهنيجي على صفحة جوجل زي كده، هنيجي على ايدنا اليمين هنلاقي فوق كده اللي هو صورة الجيميل بتاعنا، هندوس عليها. بعد كده هنلاقي manage your account your google account، او ادارة الاعدادات بتاعت حساب جيميل بتاعك. هندوس عليها زي كده، هتظهر لنا الصفحة دي. هنلاقي على ايدنا الشمال كده في قائمة، هنلاقي القائمة دي كده مكتوب فيها ايه، من فوق خالص كده البيت او اللي هو الهوم، وفي معلومات شخصية، وبعد كده خصوصية البيانات، وبعد كده هتلاقي حماية الحماية أو نظام اللي هو الحماية، والناس والمشاركة والمدفوعات والاشتراكات. طبعا احنا اللي يهمنا في القائمة دي دلوقتي اللي هو ايه موضوع الحماية. هنخش على الحماية زي كده. طبعا هنلاقي الصفحة دي ظهرت لنا زي كده، هتلاقي مكتوب فيها ايه الحماية او اللي هو الايه البروتكت. تمام. هتنزل كده بالصفحة شوية، هتلاقي هنا ايه، التحقق بخطوتين عن طريق الهاتف اللي هي دي، أو رموز النسخ الاحتياطي أو الموثق أو البريد الإلكتروني. طبعا هي أفضل حاجة بالنسبة لي أنا، واللي هي أأمن حاجة، اللي هو إن إحنا إيه نأمن حساب الجيميل بتاعنا عن طريق التحقق بخطوتين عن طريق رقم الموبايل بتاعنا أو الخط بتاعنا، لأن هو بيبقى متسجل في الشركة اللي إحنا شاريينه منها باسمنا ببطاقتنا، فما يبقى صعب جدا على الهاكر إن هو يخترقنا إن شاء الله. هندوس كده هو ايه هاتف التحقق بخطوتين، هتظهر لنا الصفحة دي كده، هتلاقي ايه هواتف التحقق بخطوتين. تمام. هيقول لك ايه اضف رقم الهاتف، هتروح جاي دايس كده اضافة رقم الهاتف. هيقول لك ايه دخل رقم الايه الهاتف بتاعك. طبعا انا ايه هدخل رقم الهاتف زي كده. تمام. وبعد كده ايه هيقول لك ايه اختار ايه في طريقتين ان انت تختار ان هو ايه تتحقق بيهم، او ان هو يتحقق بيهم من صحة رقم التليفون، عن طريق رسالة نصية او مكالمة صوتية. طبعا انا هختار ايه رسالة نصية اللي هي الاسهل يعني، وهندوس ايه التالي. بعد كده بعد كده المفروض ان هو كده ايه اهو بعت لي رسالة ايه على الموبايل بتاعي. بفتح كده الموبايل بتاعي، وبعد كده ايه بشوف الرقم السري اللي هو اللي اداهوني اهو. بكتب الرقم السري زي كده. طبعا هو الرقم ده مفيش منه خوف، لان هو ما بيستخدمش الا مره واحده بس، يعني صلاحيته مره واحده بس. يعني هو لو ظهر للعامه اللي هو زي ما ظهر لحضراتكم كده، يعني ده مفيش منه اي قلق خالص، وانا شغال عادي جدا اهو. بعد كده بعمل ايه تاكيد.
بعد ما دخلت الرسالة اللي هي السرية اللي هي اللي جات لي على الموبايل بتاعي. بعد كده بقى ايه هتبص تلاقيه قال لك ايه تم التحقق. تم التحقق دي يعني انت حساب الجيميل بتاع حضرتك اتربط برقم الموبايل بتاع حضرتك. طبعا دلوقتي بعد ما احنا عملنا الخطوة دي هتقولي طب كده ايه الاستفادة؟ يعني انا كده اتأمنت ازاي؟ هقول لحضرتك دي يعني هي نقطة مهمة جدا جدا جدا، او تكاد تكون اهم نقطة، لان مفيش حد هيعرف يفتح الجيميل بتاعك من اي جهاز اخر غير جهازك. ولو انت ذات نفسك حبيت تفتح الاكونت بتاعك او اللي هو الجيميل بتاعك من جهاز تاني غير جهازك، هيطلب منك ان هو يبعت لك رسالة على الرقم الموبايل بتاعك، وترد له انت الرسالة دي تاني عشان يتأكد ان انت اللي صاحب الايه الحساب، وانت اللي بتفتح الحساب بتاعك ايه، مش هاكر تاني هو اللي بيسرق، يعني بيهكرك او بيفتح الحساب بتاعك. وشكرا جزيلا، وان شاء الله انتظرونا في الحلقات الجاية بإذن الله، مواضيع مهمة ومفيدة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.